حد يجيب لي التوكسيك ده، ما لحقتش الحقه. هو يوم توكسيك في توكسيك من اوله. طالما توكسيك لازم نجري وراه ونتمسك بيه. صوته حلو ووسيم ومهتم بيكي بزياده، ده شخص ننجذب له على طول. بس ايه اللي اتعلمناه من مسلسل يو؟ ان ورا كل ده ممكن يبقى شخص توكسيك عادي. بس علشان ما تبقيش ضحيه واحد زي جو، تعالي اقول لك انواع الرجاله التوكسيك اللي في حياتنا. الاول، يعني ايه توكسيك اصلا؟ توكسيك كلمه انجليزي معناها سام، ولما بنقولها على شخص بيبقى معناها ان الشخص ده سام ومؤذي، واي حد هيقرب منه هيتاذي. الاذى هنا درجات، يعني صداقه، ارتبطتوا، حسب قوه العلاقه هنا هيتحدد حجم الاذى. اصل بصي، انت كده كده هتطلعي من علاقتك بالشخص ده مضروره ومتبهدله. ايه بقى صفات الشخص التوكسيك؟ في الاول الشخص التوكسيك ده ما بيبقاش باين عليه اي حاجه خالص، بالعكس كل حاجه معاه في الاول بتبقى بتبرق وبتلمع من جمالها وحلاوتها. حب واهتمام ومكالمات طول الوقت، في تفاهم وبيحترم رايك والحوار ما بينكم رايح جاي. لكن ده مش هيستمر كتير، دي حاجات بيعملها علشان يوقعك في حبه ويضمن وجودك في الاول. هتلاقيه دحلاب كده دحلاب. وفي الغالب التوكسيك ده بيبقى مليان صفات زي الزفت، ما هو لو عيب او اتنين ما كانش بقى توكسيك. تعالي اقول لك بقى الشخص التوكسيك ده تعرفيه ازاي. الشخص التوكسيك ده بيحب يعيش في دور الضحيه، وهو ما بيغلطش ابدا، وما تستنيش منه اي اعتذار مهما عمل، لان على طول هتطلعي انت اللي غلطانه وهيقلب الترابيزه عليك. لا، وممكن يوصلك كمان ان انت اللي تعتذري له في الاخر. هو عمره ما بيغلط خالص، ما تستنيش بقى اعتذار. بيحط مبررات لاي حاجه وحشه حصلت او بتحصل، حتى لو كان هو السبب فيه. ولو اتزنق قوي وما عرفش يملص من عمايله هيعيش في دور المظلوم، وانه بيعمل كده علشان في حاجات حصلت معاه اثرت فيه وفي نفسيته ووصلته للي هو فيه. وفي الغالب هيجيبها في اللي قبلك ويقول لك معلش استحمليني وقفي جنبي وهتغير علشان هو دحلاب زي ما قلنا في الاول. هتصدقيه وهتقفي جنبه لحد ما يمتص كل طاقتك ويسبب لك عقد نفسيه من عمايله. هيتلاعب بيكي وبمشاعرك، يوم يبقى معاكي حلو جدا وحنين، ويوم تاني يبقى مطنشك ويعاملك وحش علشان يخلي دماغك تفضل تلف وتدور. يا ترى انا زعلته في ايه؟ هو متغير معايا ليه؟ وده علشان لما يرجع تاني معاكي كويس انت بقى ما تصدقي وتوافقي على اي حاجه يعملها معاكي. ما انت بتخافي لا يقلب عليكي تاني وتقولي كتر خيره وما هو كويس اهو. بيحب هو اللي يسيطر. بس التوكسيك اللي على حق ما بيقولش انا سي السيد وكلامي هو اللي هيمشي. لا، في الاول هيبين لك ان هو بيحترم رايك وقراراتك وان ليكي شخصيه مستقله، بس فجاه هتلاقي نفسك منصاعه ليه ولكل قراراته. خلاص عرفنا بقى انه دحلاب، لان هو في الاول بيبداها ان انا واثق فيكي وان ليكي حياه خاصه انا بحترمها، وان انا ما ينفعش اتدخل في كل حاجه في حياتك. بس واحده واحده هتلاقيه بيسال بس من تحت لتحت، ويقول لك مش لو كنتي عملتي كده كان يبقى احسن؟ يعني مثلا يقول لك لبسك النهارده ما كانش مناسب قوي، بس براحتك طبعا. بس برضه تلاقيه اتقمص وعايش في دور الزعلان، وتفضلي انت تدوري في نفسك انت فيكي ايه غلط مخليه متضايق، وتفضلي بقى انت تغيري في كل حاجه فيكي علشان تعرفي المشكله فين. وقت اللوم والعتاب لما تقولي له انا عملت كل حاجه علشان ارضيك، هيديلك واحده انا ما طلبتش تعملي حاجه علشاني هتجيب اجلك. وفي منهم اللي بيتدخل في علاقتك مع اصحابك حتى لو بنات، بس لو حس ان هم بياخدوكي منه او بتنشغلي عنه بيهم، وحتى لو في اوقات هو اصلا مشغول ومش متاح، بس هو كده لازم انت تكوني متاحه 24 ساعه، وطول الوقت في منك مكالمات ورسائل وهو يرد عليها وقت ما هو عاوز ووقت ما يجيله مزاج. هيبدا يدور ورا اصحابك دول لحد ما يلاقي فيهم عيوب ويبعدك عنهم، ويقول لك قد ايه هم وحشين وهيأذوكي وهيأثروا على علاقتنا الناجحه اللي هتنتهي عند الثيرابيست ان شاء الله. برضه هنحمد ربنا ان هو بيكرهك فيهم، بس اصل اخونا جو في مسلسل يو كان بيخلص عليهم، تلاقيه بيعايرك بماضيكي او باي حاجه غلط انت عملتيها وحكيتي له عنها، وهيستغل نقط ضعفك اللي كان بيحاول طول الوقت انه يوصل لها، وعمل دراسات عليها علشان يستغلها ضدك في الوقت اللي هو عاوزه. اناني وبيهتم بمشاعره واحتياجاته هو بس، ومش مهم انت. مطلوب منك تعملي كل اللي يرضيه، بس هو مش هيعمل عشانك اي حاجه خالص. انت مطلوب منك تظبطي وقتك وحياتك وقراراتك عليه، بس هو مش مطلوب منه يغير اي حاجه علشانك في حياته. الانانيه بتبقى واضحه في تصرفاته وفي مشاعره، بيستنزف طاقتك حرفيا ويحسسك انك مهما عملتي مش كفايه، هيحبطك ويقلل منك في اي حاجه انت بتعمليها، حتى لو اللي حواليك شايفين قد ايه انت ناجحه. هو دايما هيدور على الناقص فيكي ويبروزه علشان ما يحسسكيش اللي هو برافو عليكي، هيخاف انك تشوفي نفسك عليه. وقت ما يكون عنده مشاكل هيبقى مطلوب منك انك تستحمليه وتسمعيه وتعملي قرد علشان تخرجيه من اللي هو فيه. لكن لو انت اللي عندك مشاكل فمعلش هو مشغول ومش فاضي، ولو سمعك في الاخر هتبقي انت اللي نكديه ومكبره المواضيع. قولي لنا في التعليقات عمل ايه معاكي عرفك انه توكسيك، واستني الجزء الثاني من الفيديو علشان اقول لك احنا ليه بنحب نقع في الشخص التوكسيك.